واقعية كبيرة جدا. قبل أن نواصل ربما في الحديث نتوقف عند خبير التحكيم سيد محمد زكريني وبأوراقه وبكثرة تسجيل الملاحظات الكثيرة هنا وهناك، أرقام متبعثرة. لا أرقام موجودة. الحكم حتى مشاهدته الصورة. لا نعم مبعثرة، ولكن كل شيء موجود. أنا برك على المجموعة هذه يعني سجل اليوم راح يتأهلوا 3 فرق من هذه المجموعة، لأن فيه 8 أحسن 3 من 12 مجموعة، من 12 مجموعة فيه أحسن 8 اللي يحتلون المرتبة الثالثة. علاش هذه المجموعة 3؟ ما هي السبب؟ لأن تولي فارق الأهداف. كما ألمانيا درك عندها زائد 8 90%، يعني المرتبة الأولى كما قال أمين رسميا. درك اليوم الإكوادور دير أقصى جهد باش تدير أكبر عدد من الأهداف. الكوت ديفوار دير أكثر المجهود تاعها مع اسم أكبر عدد من الأهداف مع كوراساو. فوالا هذيك اليوم التحكيم في المستوى، يعني بكل صراحة تخيل مباراة فيها 12 مخالفة، 12 فقط، يعني 5 الكوت ديفوار 7 ألمانيا، يعني تشوف يعني وبدون بطاقة. وشفنا يعني ما نساش اللاعبين لعبوا الدور تاعهم داخل أرضية الميدان، كان تمركز تاعو جيد، قراراته كلها كانت صحيحة يعني بدون أخطاء. والحاجة الوحيدة سألني عليها أمين مقبل لما الكرة ضربت في الحكم، لما ضربت في الحكم قال لي علاه عطاها له. هي القانون واضح، قدمها لألمانيا، تعطيها لآخر من لاعب الكرة، دائما لآخر من لعب الكرة تروح تعطي له الكرة، لأنك هو لعبها قصد فيها، أنا تعاود تعطيها له ليه؟ ترجعها له ليه؟ هذا قانون. شفنا حنايا تخيل مباراة بأكملها تسلل واحد فقط، ما عندناش أشياء نتكلموا عليها. 8 ركنيات لألمانيا، 3 ركنيات للكوت ديفوار، يعني تحكيم كان في المستوى. هدفين ملغيين، عرفنا الأسباب في الشوط الأول لماذا كان محق الحكم في قراره. كل أشياء يعني التحكيم في المستوى. وهذا هو الترتيب الحالي للمجموعة. ألمانيا ب6 نقاط في المركز الأول، كوت ديفوار في المركز الثاني ب3 نقاط، الإكوادور في المركز الثالث ب0 نقطة، وكوراساو في المركز الأخير ب0 نقطة، وسيتواجهان من دون شك كوراساو والإكوادور فجر اليوم، هكذا صبيحة اليوم أو سهرة اليوم أو كما شئتم، على كل في وقت لاحق من سهرتها اليوم. أعود ربما للحديث عن ما شاهدناه قبل قليل وبعض الخطوط أو المنحنيات أو الإحصائيات. شاهدنا أن اللاعب تركز على الأطراف، على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى، وحتى في وسط الميدان في العمق. خلاص اديتها له هنا، خليت كاع الارقام او ينافسنا ياخذ لك في التحليل. لا صدقوني انا خذيت فقط الارقام حتى نقدمهم الامين. لا والله تفضل امين. يوسف كانت عنده قراءه بنظره واحده، شاف كل احصائيات، شاف كل الارقام، بناء على الارقام والاحصائيات. لو نعودوا للاحصائيات الاولى اللي كانت المشروع تاعو نجح. انا عامين قلت له تنافسنا، المشروع راهو يتقدم على كل حال. انا ابدا انا نبني عليكم في حقيقه الامر، وبكم اللي ان شاء الله يا رب نتقدم ونقدم عمومية. أنا كنت نتمنى لو نولوا الحالة اللي شفنا عدد الهجمات اللي كانت لكل من ألمانيا وحتى المنتخب الكوت ديفوار. لو نشوفوا عدد الهجمات للمنتخب الألماني في العمق كانت 24. الأهداف أين سجلت يوسف؟ الهدفين اللي سجلهم ألمانيا في العمق بالفعل. يعني هنا تبني بأن الحالات اللي هاجموا بهم ألمانيا في العمق 24 هجمة، هنا تعطينا نظرة بأن المنتخب الألماني كان جيدا وعرف كيفاش يدرس. هذا يعود كله للكوتشينج، المدرب، حتى التغييرات اللي أعطت، ربما أنا بالنسبة لي أعطت قوة وأعطت انتعاش. الشيخ تكلم على نقطة اللي هي التحكيم. في بعض الأحيان راح ندخله نوعا ما في الحالات، في بعض الأحيان لما يكون الحاكم ما يكونش عنده بزاف القرارات في توقيف المقابلة، الريتم يكون عالي.
هذا اللي شفناه اليوم في المقابله. الحكم ما قطعش المباراه، ما قطعش. الحكم خلى ذلك الريتم العالي لكلا المنتخبين، لألمانيا ولكوت ديفوار. اعطانا ربما حتى احنا المتفرجين اعطانا نظره بان المقابله عندها ريتم جميل. هذا حتى الحكام هذا هنا يساعدوا كثيرا في الريتم المقابله. شيخ حسين يحيى، أنا حبيت نزيد حاجة قبل بداية المقابلة. قلت لك ضعف المنتخب الإيفواري هو الدفاع الثقيل والعمق، وهذه تخلينا في الكرة الحديثة أن دراسة الخصم تكون قبل المقابلة. والفارق اليوم في المقابلة تاع اليوم هي كفاءة المدربين. لما نشوفوا التغييرات تاع ألمانيا جابت ثمارها في التغييرات أولا، وثانيا في وجود الحلول في الضعف المنتخب الإيفواري. تقريبا في كل مرة كانت التمريرات وين تجي داخل العمق تاع المدافعين اثنين، لأن أظن على حسب ما شفنا الماتش المنتخب الإيفواري ضعيف في المراقبة، ضعيف في الكرات الهوائية، اللي خلى دراسة وكفاءة المنتخب الألماني وعقلية الألماني يفوز بالمقابلة. لو نشوفوا العموم أن المقابلة كانت كبيرة ممتازة فنيا بدنيا، وزيد أنا انبهرت من المنتخب الإيفواري لأن الند في كل جوانب حتى الدقيقة الأخيرة. الفارق اللي صراع الفوز ترجع لكفاءة المدربين، وترجع أيضا للتجسيد. ربما ألمانيا بالذهنية عقلية الألمانية، العقلية الألمانية فرصة يبدلها له. طيب نتوقفوا أمين معك بسرعة ثم نعود لك لهذه. ها هي الأهداف أمامك. الهدف شوف يوسف، الهدف كيف سجل كان من مرحلة البناء ثم ينضاف هو اللي يخرج في الاستلام وذهب للاستقبال، هو اللي استقبل الكرة. هدف تعادل هذا، هدف تعادل. هنا تحس بأن التغييرات وحتى تموقع اللاعب، أنا بالنسبة لي كان تموقع جيد، وكان ربما خيار حتى من جانب المدرب جريزمان كان عنده خيار جيد. شوف الاستقبال يوسف، شوف تموقع اللاعب. هنا تحس بأن حقا الآلة الألمانية المشفت عارفة شو. هنا رودريغار، هنا لولينغ، ثم ذهب لإيمري، ثم عاود رجع الكرة للجانب، توزيعة والاستقبال. كاش مراقبة هنا كاع. 26 شطر جو من وين. دفاعيا ما هو الخلل بالنسبة للكوت ديفوار؟ الخلل في المراقبة وكذلك في العمق تاع الخط الدفاع. ما فيش رجل مع رجل، ما كاش ذكاء، لكن في التمركز شوفوا هنا الهدف كان واضح. وسبق المدافعين على فكرة. شوف بأريحية وحده في هذا المستوى من المفروض ما يكونش وحده أبدا. ما كاش لو غريسمون تاع المدافع جهه اليمين نورمالمون يغلق المحور، هنا ما غلقش المحور، وهذا يرجع ضعف الدفاع تاع المنتخب الإيفواري. الحالة هذه تكررت 3 أو 4 مرات حتى جسد الهدف. نعم بالنسبة لألمانيا طبعا، لأن نشوفوا لو كان نشوفوا يشاطروا لي زملائي الشوط الأول ألمانيا بدأت في الأروقة. من اللي بدا الشوط الأول هما يمشوا على الأروقة، بعدين يرجعوا الكرة للوسط، ومرات كانوا ضربات للحارس المرمى. الشوط الثاني كان العكس، يبنيوا في الوسط بعدين يمدوا على الأروقة وعملوا ديسونت وتمريرات هوائية وسجلوا بها هدفين، الهدف الاول والهدف الثاني. شوف حتى طريقه البناء متشابهه نوعا ما، تختلف في بعض التفاصيل، لكن البناء في الوسط ثم محاوله ربما فتح اللعب وتعود بفتحه او بتمريره باش الدفاع الايفواري ينفتح ويعملوا دي سونتر ايريان ويسجلوا بهم الاهداف. وتكررت هذه اللقطه في طريقه البناء 2 3 4 مرات سجل الهدف تعادل. الهدف يجي بالفعل. امين لديك بعض الارقام؟ لا يوسف، هنا الحاله اللي كان يذهب لها المنتخب الالماني هذو مناطق مدروسه بالنسبه للمنتخب الالماني. يقولوا على المنطقه اللي الان اللي رانا نشوفوا فيها اللي ضيعت منها المقابله يقولوا لها اسيست جول، يعني او تذهب الى روبون جول زون، يعني وين ربما اكثر خطوره هذه المناطق.
حتى هنا شوف تمركز اللاعبين، شوف كيفاش تمركز والهدف الثاني. استنسخت الفكرة لأكثر من 3 مرات 4 مرات حسب ما نشاهد. هذا دراسة حلول، دراسة الفيديو. احنا دوك قبل المقابلة ومنذ القرعة تحت ألمانيا ضد هم يدرسوا في هذه الأشياء. أين يكمن مكان ربما نقاط القوة، نقاط الضعف، نلعب على العمق، نلعب على المحور، أشياء مثل هذا. شوف أخي يوسف، بداية المقابلة كما تفضلوا الزملاء بعض الأحيان احنا نقولوا الكرة حرب رياض تكتيكية وخداع. بداية المقابلة كنا نلعبوا كثير، الألماني يلعب على الأروقة، والشوط الثاني رجع يلعب في المحور. هذو كلها دراسات وحسابات اللي خلى المنتخب الألماني يفوز بالمقابلة. طيب سنكتفي بهذا القدر من التحليل الفني. لا زالت لدينا بيناتنا يزيد مانيش حنقول لهم 4 دقائق، نقول لهم 3 دقائق هكذا حتى نكونوا في الوقت إن شاء الله. طيب نتوقف عند نتائج